عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وستر وراحة بال. اليوم جيت معكم في فيديو جديد من روتينات أيان. لو أول مرة تشوفني نتمنى منك الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعل الجرس على علامة الكل باش يوصلكم كل فيديو جديد أنا ننزله. وبالطبع ما تنسوش تعملوا لي شير مع أصحابكم، خلي عائلتنا تكبر أكبر وأكبر. وقبل ما نبداو في الفيديو ما ننسوش نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم وصفتنا يا البنات عجة بالمرقاز، بطريقة سهلة وبسيطة ومعها مكون سحري يزيد العجة بنة على بنة. عندي المكونات متاعي كمية باهية متاع مرقاز، والكمية اللي انتم تحبوا عليها. أنا بصراحة خذيت تقريبا 500 جرام، قطعتهم هكاك مكعبات صغيرين. وخذيت كعبتين متاع طماطم كيف كيف زاده، نحيت لهم الزريعه متاعهم وقطعتهم مكعبات زاده صغيرين. والطماطم ماذا بيا تنحيوا لها الزريعه، لخاطر الزريعه تعطي المراره وزيد ماهيش الصحيه اصلا للمعده. خذيت قرنين فلفل اخضر قطعتهم زاده مكعبات. وبالنسبه للبهارات متاعي خذيت 4 سنون ثوم ولا 5 سنون ثوم، معاهم مغرفه كبيره من التابل والكرويه، مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره من الطماطم المعجونه، شويه من الفلفل الاكحل خاطر انا الفلفل الاكحل متاعي حار، ومغرفه كبيره فلفل احمر. وبالطبيعه المكون السحري اللي هو البسباس الحب، و4 كعبات عظم. بالطبيعة العظام تستعمل اللي تحب عليه، والزيت وشوية ماء اللي مش نمرق بها. أول حاجة بديت بها حطيت الزيت الكمية اللي حاجتي بها، ومش نحط معاها المكون السحري البسباس. بصراحة البسباس يزيدها بنة على بنة، سواء المرقاز متاعك مفوح ولا ماهوش مفوح راهو روعة. جربوها يا وتفكروني وادعيولي دعوة خير. بصراحة طريقة بنينة برشا برشا برشا. لهنا أنا حطيت الزيت وحطيت معاها البسباس وخليتها هكا تتقلى شوية، ومن بعد لك مش نضيف عليها كمية المرقاز متاعي ونقليها على جناب الكل لكاية. ومن بعد لكاية مش نخرجها، نحط انا ساعة المرقاز متاع المغاربة بصراحة يحطوا فيها كمية متاع كركم مهاشي عادية، والفلفل الأحمر هذويا يعني تركيزهم برشا برشا، الفلفل الأحمر الحلو والكركم. أنا لهنا قليت المرقاز متاعي أصلا، حتى من الزيت شوفوا كيفاش لونه أصلا مش يتبدل، مش يولي عاطي للصفورية، هذاك من كثرة الكركم اللي في وسط المرقاز. الحاصل هنا أنا قليت الزيت قليت سامحوني قليت المرقاز الكل كاية. ومن بعد الكاية مش نخرجه ومش نضيف البهارات. اول حاجه جربوا انكم تحطوا البهارات في وسط الزيت مع البسباس وقليوهم قبل ما تضيفوا اي مكون اخر. صراحه راهي روعه. انا اصلا اول ما حطيت الفاحات بصراحه طلعت ريحه ماهيش عاديه. لان انا كملت القليان المرقاز وخرجته. لا اله الا الله محمد رسول الله. الطقس سخون اليوم ماهوش عادي بصراحه، مانيش منجمه نعمل فيه حتى شيء، حتى من المونتاج صدقوني نعمل بالسيف من كثرة السخانة. الكليماتيزير يخدم وباقي الدنيا سخونة. الله يجيرنا وكهو يا ربي. الحاصل يا البنات نرجعوا للفيديو متاعنا. خرجت المرقاز ومش نحط توا الفحات كما قلت لكم. حطيت الفلفل الاحمر، حطيت الطماطم، الفلفل الاكحل، الملح، التابل والكرويه والثوم. التابل والكرويه اذا كان ما عندكمش مخلط توليوا تحطوا مغرفه صغيره من التابل ومغرفه صغيره من الكرويه وتخلطوهم هكا في بعضهم يوليوا مخلطين، تولي مغرفه كبيره. حطيت كل شيء وخليته هكا كي يتقلى شويه، ما ضفت عليه حتى شيء. جيت خليته هكا شويه يتقلى. ومن بعد لك ضفت عليه شويه ماء، شويه مش برشا، جيست شويه، الخاطر الطماطم مش نحطوا الطماطم ونحطوا الفلفل مش يسيبوا الماء متاعهم. خاطر اذا كان نضيفوا كميه كبيره متاع ماء راكم من بعد لكي مش تجيكم ميه ماهيش مش تجي كاينها عجه، مش تولي كاينها مرقه هكا. شوفوا كمية الماء اللي أنا حطيتها، هذيك هي الكمية البسيطة اللي أنا ضفتها، ما زدت معها حتى شيء آخر. هذيك زادة زدتها جست باش قليت الفحات باش ما يتحرقوليش وكا هو. طوي كي نخليها ونخليها لين تتقلب بالباهي بالباهي بالباهي. ويا البنات راني ما نحكيلكمش على الريحة اللي طالعة، بصراحة روعة روعة روعة.
البنة يعني الريحة برك ما تنجمش تقاومها. لهنا بعد ما تقلولي الفحات الكل كيف الزيت، ضفت الطماطم، مش نحركها هكاكا شوية ونخليها زادة هي اللين تتقلى ولينك الطماطم الكلها تذبال. ومن بعد كده مش نضيف لها الفلفل الاخضر. كيف راني مانيش مش نضيف ماء، خاطر شوفوا توا شوفوا الماء اللي مش يطلع من الطماطم، يعني شوفوا توا العجة كيفاش مش تولي لنا، شوفوها توا منظرها كيفاش ولا. هذيك خاطر سايبة الماء متاعها. توي كاينة مش نضيف عليها الفلفل الاخضر، وكيف زاد نخليها تتقلى شوية. راهو التقلية متاعها مش نخليوها مدة طويلة. اول حاجة النار انا نطيب على نار مهيلة ماهيش قوية النار، نخليها تقريبا لمدة 5 دقائق حاجة كي من هيك تتقلى. ومن بعد كده نرمي المكون اللي من بعد، كل 5 دقائق حاسيلو نرمي مكون من بعد. كيف توا لهنا مش نخليها تتقلى تقريبا 5 دقائق. ومن بعد لكيه مش نضيف عليها المرقاز. المرقاز اخر حاجة مش نحطه، ونخليه الساعة اللي يكمل الطياب متاعه في وسط الصوص هذيكية. تقريبا المرقاز خليته هكا 7 دقائق 8 دقائق. ومن بعد لكي كان كل شيء عندي طاب، وفقرت فيه العظم، يعني كسرت كعبات العظم. وكما قلت لكم العظم تحطوا الكمية اللي تحبوا عليها. أنا استكفيت ب4 كعبات، احنا 3 أشخاص، هنا كل واحد فينا ياخذ كعبة، والكعبة الرابعة للي مش تكتب وكهو. حطيت توا كل شيء، ومش نغطاها ومش نخليها كما قلت لكم لمدة 7 دقائق 8 دقائق. ومش نفقر العظم او نكسر العظم، والعظم ديما نكسروه خارج على الأكلة اللي نطيبوا فيها، وإلا على حلو اللي نعملوا فيه، باش إذا كان تبدأ كعبة فاسدة ولا حاجة نجموا نتحكموا فيها ونلوحوها، خير ملي تحطها ديريكت في وسط الطبخة متاعك ولا حاجة وتكون فاسدة. دونك مش تولي تنحي الكل على بعضه وتلوحه وتكون خسارة. لأنا أنا نكسر بالكعبة ونحط. ومن بعد كده غطيت عليها وخليت لين العظم يطيب. يعني انا الصوص طايبه والمرقاس طايب وكل شيء، جيت نطيب العظم اكاهو. بالنسبه للعظم اذا كان تحبوه رايب، يعني الفص متاعه مازال ماهوش طايب 100%، تطفيو عليها قبل الوقت. واذا كان تحبوها طايبه طيبوا لين يعني حسيوا لين كل شيء يطيب، الفص والابيض الكل يطيب. انا بصراحه خاطر راجلي ما يحبش العظام يبدا مروب بالاخص في وسط الماكله، دونك طيبتها كامله. توي كي غطيت عليها وخليت لين العظم متاعي طاب، وطفيت عليها وكانت الاكله متاعي حاضره. وبصراحه ما نحكي لكمش على البنه وعلى الريحه اللي طالعه منها، روعة روعة روعة. ان شاء الله تاكل اللي تجربها، ان شاء الله تاكلها بالشفاء والهنا. في الاخر بالكل انا مانيش مش نفرغها في الصحن، ما حبيتش نفسدلها المنظر اللي من الفوق، خليتها كاكا في وسط المقله وزينتها هكا بشويه معدنوس. اذا كان تحبوا، اذا كان ما تحبوش تنجموا تستغناو عليه، مي انا هكا كزينه خاطر نحبوه يعني المعدنوس حاجه صحيه تتحط في اي حاجه. ضفتها وكهو كانت الأكلة متاعي حاضرة. إن شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال استحسانكم. وبالطبيعة نذكركم إذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالجيم، خلي الفيديو يترفع ويتشاف أكثر بربي، وتعملوا اشتراك في القناة إذا كانت أول مرة تشوفيها ومكش مشتركة. تنوروني وتشرفوني. وطبعا نقول لكم